السؤال الآخر يقول حكم التجسس على جوال الزوجة أو الأبناء والأخوات هذه مشكلة ناشئة عن عدم الثقة، وهي محرمة ولا يبررها وجود شكوك. لأن بعض الناس يقول والله أنا أريد أن أحتاط لزوجتي، أحتاط لأولادي، أنتبه لهم. لو قيل له طيب لو عملت بهذه المعاملة من الطرف المقابل هل ترضى أو لا ترضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال في أسباب دخول الجنة وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى. هذه نصوص عامة تبين أنه كل تصرف لا تقبله لنفسك لا تمارسه مع غيرك. التجسس جاء النهي عنه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال ولا تجسسوا، هذا نص قرآني واضح، وهو نهي عن التجسس بكل صوره وبكل أحواله. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، قال وكونوا عباد الله إخوانا. هذا يبين أن كل هذه الوسائل ينبغي اجتنابها. والإشكالية أشار إليها الحديث في بعض رواياته كما أشارت إليها الآية الكريمة. الآية الكريمة ما الذي نهى عنه الله تعالى؟ أولا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم قال ولا تجسسوا لأن التجسس هو ثمرة الظن. وفي الحديث قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا. إذن مبدأ الأمر هو أنه ينبغي أن تعامل الناس بثقة ولا تذهب للتفتيش والتنقيب عن خصوصياتهم وأحوالهم دون مبرر ولا مسوغ. وجود الشك في نفسك هذا ليس مبررا. كون الإنسان والله شكاك ويتهم الناس بتصرفات ويحمل الأمور ما لا تحتمل هذا لا يسوغ له أن ينتهك خصوصيات الناس، فيجمع سوءتين سوء الظن وسوء العمل الذي منه التجسس على الآخرين. بل ينبغي أن يكف نفسه وأن يعلم أنه قد يسلط الله تعالى عليك من يكشف سوءتك ومن يطلع على عورتك وعيبك من حيث لا تشعر. فلا تتتبع عورات الناس. وأنا أقول هذا حتى للأزواج والزوجات. بعض الزوجات تروح تفتش وبعض الأزواج يروح يفتش. طيب يا أخي أنا أعجب من هؤلاء إذا وجد ما يكره أو وجدت ما تكره، لا سيما في جانب النساء كثيرا يقع هذا. تجد ما تكره في جوال زوجها مثلا أو تجد ما يثير الشك عنده. طيب ثم تبقى حائرة لا تستطيع تواجهه ولا تستطيع تصبر على الأذى الذي طلعت عليه، فتقع في نيران تحتوشها وتتلقاها من جوانب عديدة. الحل أنك تفوض أمرك إلى الله وما رأيته بعينك تكلم فيه. أما أن تذهب وتنقب وتبحث عن خفايا الناس فكلنا عورة وما من إنسان إلا وله زلة وغلط، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء. فيجب على الإنسان أن يكف هذه الرغبة التي تتنامى مع الوقت، لأنه لا يقف عند حد تجي تفتش اليوم الجوال، غدا بروح أشوف الإيميل، بعد غد مراقبة الاتصالات، وهلم مجر إلى أشياء متتابعة لأنك تبحث عن مجهول. فأنت كلما وجدت أنه ما حصلت ما تريد زاد عملك وسعيك في طلب ما تبحث عنه. تحول إلى مرض صحيح. يصبح مرض ويصبح مشكلة وتفقد الحياة كل بهجتها وتفقد الحياة كل معناها. لأن الحياة التي لا تبنى على الثقة ولا تبنى على حسن التواصل بين أطرافها سواء كانوا أزواجا أو أبناء وبنات وأب وأم أو أسرا، في الحقيقة أنها علاقات واهية مريضة لا تقف أمام العواصف أو أمام العوارض التي تعرض. نعم، بارك الله فيك.